الشيء اللي بدي اقول لكم اياه قبل موعد عرسنا بالضبط شو هو، انه الشيء اللي متحمس له اكثر انا وانوسه انه اهلي راح يجوا بين 10 او بين 13 ل 20 الشهر. بعد 11 سنة. بعد 11 سنة فراق راح التقي فيهم ان شاء الله, إن شاء الله يا رب. قريبا. الشغله اللي بدي اقول لكم اياها، انا ما بعرف اي يوم بالضبط بيوصلوا، تمام؟ بس يعني ببين معي بعد 13 الشهر 14 الشهر. بس حفلة الخطوبة، حفلة زواجنا. حفلة زواجنا حفلة زواجنا راح تكون ان شاء الله يعني بين 19 ل 21 ل 22، ما بعرف بالضبط حسب تواجد اهلي هون. ايه. عرفتوا؟ بس ان شاء الله نلحق انه ب 21 نعمله ان شاء الله، لان يا نحن رب. متعودين نعمل كل شيء ب 21. الشيء اللي حبيت انا افهمكم اياه انه نحن عملنا، بتعرفوا انه انا مخي ما بحب اعمل عرس، يعني بدل ما نروح نعمل عرس ونصرف ونعمل هيك وهيك، نروح يا نعمل مشروع خاص فينا او نسافر او يعني هيك الشغله شيء. الاهم من هيك انه نحن ما عندنا معارف، شفتوا عنا. بالخطبه يعني بالزور بالخطبه بالزور حتى جمعنا هدول الناس وتكلفنا مصاري، فنحن بالعرس مشان ما نتكلف هالمصاري، يعني حرام تروح هيك على الفاضي، ما عندنا معازيم. رح نحاول نعمل حفله العرس، هسه بقول خطوبه، حفله العرس مع العائله. هي شوفوا انا ما بعرف، انا حاسه هيك لانه بحب البس فستان ابيض جنب رفقاتي وهيك شغلات. الشيء اللي حنعمله انه نحن حنسافر ايمت يعني باخر اسبوع رمضان ان شاء الله، مشان نروح نشوف عائلته ونستقبلهم. حنسافر هنيك نعمل حفله عرس مع عائلتنا، تمام؟ ورفقات خالاتي شوي هيك. شيء. بس انا عم فكر انه لما نرجع المانيا نعمل حفله صغيره هيك بين رفقاتي. اذا لحقنا ان شاء الله، اذا إن ما شاء الله لحقنا ما بنعرف. بس الشغله والاهم انه نحن موعد عرسنا راح يكون مرتبط بجيه اهلي. فانا حابين نعمل هذا حفله العرس مع الاهل والاصحاب وشيء صغير ضيق، لاني ما عندنا معازيم. وانا بظن انه حفله الخطوبه نحن كانت كثير كبيره، فحسيناها مثل العرس، يعني عشنا نفس الشعور، والله. عملنا كل شيء بينعمل. فان شاء الله حفله العرس راح تكون يعني ابسط، يا اما فوتو شوتينج مثل ما عم تقول، فيديوهات هيك نفرجيكم اياها بسيطه، حنعمل عشاء عائلي بالفستان وهيك، يا اما حفله صغيره. هي اهم شغله. الشغله اللي اهم من هيك انه بدي اقول لكم اياها عن طريق هذا الفيديو اللي انتم لازم تعرفوها، انه انا وايناس من 1/1/2026 سكننا مع بعض. يس. يعني انا وايناس هلا بيتنا واحد، اللي هو مبدئيا بيت ايناس صار بيتي وبيتها. سكننا مع بعض بسبب ظروف الصحيه تبع ايناس. ايناس ما عندها حدا هون، لا اهل لا اب لا ام، وانا كذلك الامر. فعم تتعرض لاغماء مفاجئ، فنحن سكننا من شي ظرف شهرين او ما بعرف شهرين تقريبا، شهرين ونص مع بعض، لاني انا خبينا عليكم هذا الشيء. فانا خلص قررت انا وياها نضل ببيت واحد، بما اني نحن متزوجين وكاتبين كتابنا بالحلال. وحفله العرس رح نعملها هيك حفله بسيطه، عرفتوا؟ مو شرط كل شيء الواحد يوفر فيه. نحن 2 من ملايين الاشخاص اللي بيعملوا هيك. مو شرط حفله العرس تكون للمشاهدات، مو شرط حفله العرس تكون للاوفرا للبهوره. فنحن شاركنا الخطوبه معكم، حفله العرس رح تكون بسيطه. فأنا كتير مبسوطة الصراحة من قراراتنا اللي عم نعملها، شيء كتير نظامي وشيء يعني واعي. هذا الشيء كتير حلو. خلص يعني ما خليت شيء بخاطري بالخطبة، عملنا كل شيء، عملنا عراض، عملنا زفة، عملنا كل شيء. فقررنا انه نخلي هذا الشيء ابسط، يعبر عنا، لانه نحن كتير ناس بسطاء، ما بنحب نوفر. بس اهم شيء عند ايناس الفستان الابيض بدها تلبسه. اكيد. يعني شلون انه لازم تلبس فستان، ما بدي عرس، ما بدي شيء، ما بدي اي شيء، فستاني الابيض بس فستان الابيض، عرفتوا؟ ايه. هو فعليا حفله العرس لحتى البنت تلبس فستان الابيض، تمام؟ وتتصور فيه وتتصور هي وزوجها وكذا. هي ليش حفلة العرس؟ وساعة ساعتين بتصير هي ايه، هي ليش حفلة العرس؟ هي معروف انه البنت تطلع من بيت اهلها، تمام؟ بالفستان الابيض. انا لانه يعني اهلي ان شاء الله بشوفهم بعيد عني، فما في هيك بابا يطلعني واخي فلهيك انا قررت اني على الاقل اني اتصور بفستان ابيض واعيش هذا الشعور حتى لو كنت لحالي. فنحن ظروفنا مختلفة عن باقي الناس. نحن اهالينا بعاد عن بعضنا، الظروف اصعب مننا بسبب الاقامات، بسبب جوازات السفر، بسبب كذا، فاهالينا ما فينهم يجوا. فنحن للاسف ما عندنا غير هالكام حدا اللي بنعرفه هون حوالينا بالمانيا. حتى عم يعزموا رفقاتهم مشان تتعبى، يعني تمام. ما عندنا. فنحن ما لنا مضطرين نعيش هذا ستريس اللي بدنا دائما مين بدنا نعزم، ما عندنا حدا كذا. قررنا انه نتزوج
يعني بحفله بسيطه، ما نحن متزوجين بس رح نحتفل حفله بسيطه مشان كرمال هالفستان وهالبدله خيو. من الاخير بخاطره لايناس تلبس الفستان، لو ما هيك انا ما بعملها كلها كمان على بعضها، وهي ما بتعملها بس بدها الفستان. والشيء اللي حبيت اقول لكم اياه انه نحن قررنا نخبركم انه نحن ساكنين مع بعض بفيديو احسن مشان تفهمونا احسن ما يكون شوشره ولايف ومزعمينات وانا عم بحكي. هلا يعني شيء ثاني، نحن منا مضطرين نخبركم، ولكن مشان تعرفوا من يوم ورايح يعني صرتوا عائلتنا. نحن ما مضطرين نبرر عفوا، لان نحن متزوجين على سنة الله ورسوله، بس نحن مشان تعرفوا من يوم ورايح انه وجودي انا مع ايناس بالبيت رح يكون انه دائم، انه بجوز في الصبح انا لحالي الساعة 10 الصبح صور بيت ايناس، مشان تعرفوا من يوم ورايح انه انا وايناس صار بيتنا هذا، تمام؟ يعني انا هلا رح انبلف بالاشجار. اخيرا ما انا كنت مبلوف فيه قبل بس هلا بس هلا زياده يعني هلا رح صير هونيك، يعني انا عمود البيت. اسمع، من هلا قوانين، بدك تجلي مره وانا مره، انا الصبح وانت بالليل. تكرمي. تمام؟ بدك تنشف الارض انا الصبح وانت بالليل. حلو. بدك تطوي ثيابك ها. حلو. ما عندي مساحه بالماء ما عندك يعني انا سبحان الله هونيك ممرض، وراح اشطف واغسل وعتال وسواق وشوف شو الله جبرني. راح يصير كل شيء هونيك، عرفتوا؟ يلا